قصة زودياك القاتل. لغز عمره أكثر من 50 عام. في أواخر الستينات، ولاية كاليفورنيا عاشت على رعب قاتل متسلسل غامض سمى راسو زودياك، وهذا الاسم كان كيشير ليه هو بنفسه في الرسائل المشفرة اللي كان كيبعثها للصحافة والشرطة. الغريب في هذا القاتل أنه ما كانش غير كيدير الجرائم وكيهرب، بل كان كيبغي يلعب مع الشرطة بحال إلا شي لعبة ديال العقل، وكيتحداهم باش يكتشفوا شكون هو، ولكن حتى اليوم باقي مجهول. القصة بدات في 20 دجنبر 1968، نهار لقاو جوج ديال المراهقين مقتولين في واحد البلاصة مهجورة بلا سبب واضح. البوليس ما عرفوش شكون القاتل، ولكن بعد 6 شهور وقعت جريمة أخرى بنفس الطريقة. بنت وشاب كانوا جالسين في الطوموبيل، جا واحد الراجل مجهول طلق عليهم الرصاص وهرب. البنت بقات حية وعطات للشرطة أوصافه، وقالت أنه رجل أبيض عنده لحية صغيرة وكان كيدوي بصوت بارد بحال الروبوت. ولكن الصدمة الحقيقية وقعت في يوليوز 1969، ملي توصلت جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل برسالة غريبة. في الرسالة القاتل سمى راسو زودياك، وقال بكل جرأة: أنا القاتل اللي قلبتو عليه، وغادي نقتل الناس آخرين إذا ما نشرتوش هذه الرسالة في الجريدة. ولكن الخطير في الأمر هو أنه كان مصاحب الرسالة بواحد الرمز المشفر بحال شي كود سري. قال للشرطة: إلا قدرتو تفكو هذا الرمز غادي تعرفوا شكون أنا. الشرطة والناس في المدينة كانوا في حالة رعب، لأن زودياك ما كانش غير قاتل، ولكن كان كيستمتع بالرعب اللي غارس في قلوب الضحايا ديالو. زودياك موقفش هنا، بل بدا كيبعث المزيد من الرسائل، وكل مرة كيكون عنده طلبات غريبة. بحال مثلا في واحد الرسالة قال للشرطة: إلا بغيتوني نحبس القتل خاص تعطوني برنامج مباشر في التلفزة باش نهضر مع الناس. هذا الشي زاد الرعب في المدينة، وفعلا البرامج التلفزية بداو كيهضروا له، ولكن الشرطة كانت عارفة أن هذا الشخص كيمثل أخطر نوع ديال القتلة، القاتل اللي كيبغي الشهرة. في واحد المرة زودياك دخل على واحد الكلب كان كيجلس في الطبيعة، لبس ماسك مرعب وربطهم بحبل، ومن بعد قتل الرجل قدام خطيبته وبلا شفقة طعنها حتى هي. ولكن الشيء اللي كان كيخلع أكثر هو أنه كل مرة كيرسل تفاصيل الجرائم ديالو للصحافة قبل حتى ما البوليس يعلنوا عليها، بحال إلا كيبغي يوريهم أنه دايما سبقهم. واحد من الرموز اللي بعته زودياك بقى مشفر لسنوات طويلة، حتى عام 2020 واحد الفريق ديال الباحثين قدروا يفكوه. كان فيه رسالة كيقول فيها أنه كيتسلى وكيستمتع بالإرهاب اللي يزرعو في الناس، ولكن ما كانش فيه حتى دليل للهوية ديالو. الشرطة شكات في بزاف ديال الناس، ولكن ما قدروش يجمعوا الأدلة الكافية باش يعتقلوا شي واحد. بعض الباحثين كيعتقدوا أن القاتل مات، والبعض الآخر كيقولوا أنه مازال حي، ويمكن حتى اليوم كيشوفوا تحقيقات عليه هو كيتسلى.
زودياك القاتل بقى واحد من أعقد الألغاز في عالم الجريمة، وحتى اليوم رغم التطور في التكنولوجيا والتحقيقات باقين ما عارفينش شكون هو بالضبط. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح، واش زودياك كان فعلا مجرد قاتل متسلسل، ولا كان شي عبقري مجنون كيبغي يلعب مع القانون؟ هذه قصة زودياك القاتل، واحدة من أكثر القضايا الغامضة في التاريخ.